في يا عم يا سعد؟ ملخص موضوع إمام عاشور ومشاجرته مع فرد الأمن بالشيخ زايد. الحكاية وباختصار إن زوجة إمام عاشور وبعض من أصدقائها كانوا بيتفرجوا على فيلم في السينما في إحدى المولات. وقتها حصل معاكسة ومضايقة من بعض الشباب اللي كانوا موجودين هناك لزوجة إمام عاشور وأصدقائها، وكل ده حصل قدام فرد الأمن اللي ما عملش أي شيء بناء على كلام زوجة إمام عاشور اللي اتصلت بزوجها وحكت له على كل حاجة، اللي على الفور توجه للمول ومعاه أصدقائه وحصلت الخناقة مع فرد الأمن. بالفعل حصل إمام عاشور على الفيديوهات اللي بتثبت صحة كلام مراته واللي بيقدم بلاغ في فرد الأمن والشباب اللي ضايق مراته، وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغ من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد أفاد بوجود مشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن، وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة أنه نشبت مشاجرة كلامية بين إمام عاشور وأفراد أمن المول بسبب معاكسة أشخاص لزوجته أثناء تواجدها في السينما. وكشفت التحريات أن إمام عاشور كان متواجد لحضور فيلم في السينما، إلا أن أحد الأشخاص قام بمعاكسة زوجته، فنشبت مشاجرة بين إمام عاشور وفرد الأمن، وسقط من بينهم فرد الأمن على الأرض هي دي الاخلاق بس بالعافيه. انت بقول لك ايه يا عم؟ نفس حاجه اول بيها يا حد يجيب ميه. عبد الله ما تقلقش. لا ما تقوليش ما تقلقش، انت بتسجل